عمرك حسيتي إنك غريبة في بيتك؟ عمرك شفتي نظرات مليانة غيرة وكراهية في عيون حد المفروض يكون أقرب ليكي؟ أنا كنت البنت اللي عايشة في جحيم حماتي. ومش بس كده، ده جوزي اللي كنت فاكرة إنه سندي قلب عليا وبقى غريب أكتر من الغريبة دي نفسها. اللي هتحكوه دلوقتي مش مجرد قصة خناقة عائلية، دي حكاية كرامة اتدهست، قلبي اتكسر، وحقيقة لو كنت عرفتها من الأول كان زماني خدت قرار تاني خالص. تعالوا أقول لكم حكايتي من الأول. أنا اسمي هدير، عندي 27 سنة، اتجوزت سامح بعد قصة حب كبيرة. كنت فاكرة إننا هنعيش سوا أجمل حياة زي اللي بيضحكوا في المسلسلات. من أول يوم دخلت في بيتهم وأنا حاسة إن في حاجة مش طبيعية. حماتي اللي هي المفروض تبقى زي أمي كانت بتبصلي بنظرات غريبة، في حاجة بين الغيرة والاستخفاف. كانت بتعاملني وكأني ضيفة تقيلة، مش مرات ابنها اللي بتحبه وعايزة راحته. أول يوم ليا في البيت وأنا لسه لابسة فستان الفرح، دخلت أوضتنا لقيتها ورايا بتبص حوالين الأوضة زي ما تكون بتفتش، وقالت لي كلمة عمري ما هنساه: خلي بالك، هنا أنا اللي هي الكلمة الأولى والأخيرة، وأي حاجة تخص ابني لازم ترجع لي قبل أي حد، فاهمة؟ ساعتها ضحكت بحرج وقلت لنفسي أكيد بتتكلم بحب وخوف على ابنها، وده طبيعي. لكن الأيام بينت لي إن الموضوع مش خوف، ده كان سيطرة. الأيام عدت وبدأت المشاكل الصغيرة اللي شبه السن في العسل. كل مرة أطبخ فيها حاجة لسامح كانت تدخل المطبخ وتشم الأكل وتقول: ده اللي بتطبخيه يا بنتي، ابني متعود على أكل أنضف من كده. ولو جبت لنفسي لبس جديد كانت تعلق قدامه: شوفي بتهدري فلوسك على لبس ملوش لازمة، بدل ما تفكري تفرحي جوزك بحاجة تنفعه. وأكتر حاجة كانت بتوجعني إنها كانت دايماً تحاول تخلي سامح يشوف عيوبي. مرة كنت قاعدة معاه بنتكلم، دخلت هي من غير ما تخبط وقالت: يا ابني ما تعتمدش عليها في حاجة كبيرة، دي لسه صغيرة ومش قد المسؤولية، وأنا اللي هساعدك في كل حاجة زي ما كنت بعمل طول عمرك. كنت بحاول استحمل، كنت بقول لنفسي دي أمه ولازم أحترمها، لكن سامح كان بيصدق كلامها دايماً، ومع الوقت بدأ يبعد عني. لو اختلفنا على حاجة صغيرة كان يرد عليا ببرود ويقول: أمي عندها حق، انتي مش فاهمة حاجات كتير، اسمعي كلامها. كنت بحس اني ماليش قيمة حتى في بيتي اللي المفروض أكون ملكته. الصدمة الكبيرة بقى حصلت بعد 6 شهور من الجواز. كنت داخلة أوضة سامح علشان أندهه على الغدا، سمعت حماتي بتتكلم معاه بصوت واطي، بس أنا سمعت كل كلمة: يا ابني مراتك دي مش هتنفعك، أنا كنت رافضها من الأول بس أنت اللي صممت. شوفها عاملة إزاي، لا بتخدمك زي ما كنت أنا بخدمك ولا بتفهم في حاجة. لو كنت سمعت كلامي كنت اتجوزت ناهد بنت خالتك، دي بنت ناس وعارفة الصح من الغلط. سامح رد عليها بكل هدوء: عندك حق يا ماما، أنا فعلا بدأت أندم. الكلمة دي كسرتني. كنت واقفة ورا الباب ودموعي نازلة من غير ما أقدر أعمل حاجة. حسيت ساعتها إني وحيدة جدا، حتى جوزي اللي كنت فاكرة إنه ظهري وسندي بقى ضدي. ومن بعدها حياتي بقت جحيم حقيقي. كل ما أحاول أتكلم معاه يقفل الكلام: ما بتتكلم لمصلحتنا. حتى لما كنت أعيا ما كانش يسأل عليا، لكن لو حماتي تعبت شوية كان يقلب الدنيا عشانها. وبدأت تدخل في كل تفاصيل حياتنا. لو خرجت معاه لازم تبقى عارفة فين رايحين وراجعين امتى. لو فكرت اشتري حاجة للبيت لازم تستأذنها الأول. كنت حاسة إني مش متجوزة سامح، أنا متجوزة هو وأمه معاه. وفي يوم حصلت الكارثة اللي قصمت ظهري بجد. لقيت مكالمة على موبايله، بصيت عليها بالصدفة، لقيتها من ناهد بنت خالته اللي كانت حماتي عايزاها ليه. الفضول قتلني، فتحت الرسايل لقيتهم بيتكلموا براحتهم جدا، وكلامهم كله كان مليان حنين وذكريات قديمة. رسالة منها قالت له: يا سامح، أنا لسه بحبك ومش قادرة أصدق إنك اخترت حد غيري. واللي صعقني رده: ناهد، انتي عارفة إن قلبي لسه معاكي، الجواز ده كان غلطة وهتصحح قريب. ساعتها قلبي وقع حرفيا، حسيت إني اتسرقت، اتخنت واتكدبت عليا من أول يوم. واجهته؟ واجهته، بس كان رده أبرد من التلج. قلت له وأنا ببكي: إزاي يا سامح؟ إزاي بعد كل اللي بينا تخوني حتى بالكلام؟ بصلي باستفاف وقال: ما تعمليش فيها الضحية،
انت ما عرفتيش تساعديني وما عرفتيش تاخدي مكان أمي. ناهد كانت القصي وانت كنتي اختيار غلط. الجملة دي كانت آخر طعنة. بعدها حسيت إن الكرامة أغلى من أي حب. ساعتها خدت القرار الأصعب في حياتي. لميت هدومي وسبت البيت من غير ما أبص ورايا. ما كانش سهل، قلبي كان لسه بيحبه، بس كرامتي كانت أهم. رجعت بيت أهلي وأنا متأكدة إن الرجوع خطوة لورا أهون 1000 مرة من إني أعيش في بيت مليان خيانة وقهر. والنهاردة وأنا بحكي لكم حكايتي، عايزة أقول لكل بنت مفيش حد يستاهل إنك تضيعي نفسك عشانه. اللي يحبك بجد هيصونك ويحميكي حتى من أقرب الناس ليه، واللي يختارك وما يعرفش يحميكي ده عمره ما كان حب حقيقي. لو عايزين تعرفوا إيه اللي حصل بعد الطلاق وهل سامح ندم ولا لأ، استنوني في الجزء الجاي. وما تنسيش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلكم كل الحكايات الجديدة.